لك أن تتخيل يا مؤمن إن عصام الحضري طلع يقول على واحد ولعيب كورة إنه راجل جعان. تخيل بقى إن عصام الحضري أكتر واحد الناس بتتكلم عليه في قصة الفلوس دي طالع يقول على لعيب كورة إنه جعان. طب تعالى نشوف كده عصام الحضري الناس أصلا بتقول عليه إيه بسرعة مع بعض. يلا بينا نبدأ بكابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر في الجيل الذهبي واللي كان مدرب عصام الحضري فترة كبيرة جدا مع منتخب مصر. يلا بينا. حلو. طب والقرش بالنسبه له ايه؟ لا يا هارد لك. الجنيه ما بيهزرش في الجنيه. لا هنا مقفولين في تعابين في اليوم. بيغير جيبه، يعني لا بيطلع ابيض ولا بيطلع اسود ولا بيطلع اي حاجه. طب تيجي نشوف بقى كابتن بركات قال عليه ايه وحكى موقف كوميدي جدا 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 لعصام الحضري اللي عايز علبه جل ب 30 جنيه عشان مش عايز يروح يشتريها وعايز بركات اللي يجيبها له. يلا نشوف بركات وهو بيحكي الموقف ده مع بعض. نزلت المكان اللي بجيب منه، جبت الجل وحطيته في كل الدواليب 25 30 تك 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 تك. قلت عشان ما حدش يعدي بقى على دلابي، خلي العلبه تقعد معايا بس. وفعلا بقى خلاص والدنيا بقت كويسه وزي الفل بقى. كام يوم لقيت الحضري قام جاي قال لي الجل بتاعك خلص يا نجم. اللي خلص يا نجم هو ده عصام الحضري وهو ده الجعان الحقيقي. طب تيجي نشوف بقى هو بنفسه بيقول ايه على نفسه. يلا نشوف مع بعض. يلا بنفسه هو بيقول ايه على نفسه عشان نعرف مع بعض مين هو اللي جعان. نو ماني نو هاني. طب انت ليه نو ماني نو هاني؟ نو ماني نو هاني ده عصام الحضري اللي مش جعان، اللي بيقول على زيزو او ايا كان هو مين انه جعان. طب تيجي نشوف بقى ونقفل الفيديو بكلام مانويل جوزيه عنه بعد طبعا هروبه الشهير لسيون. قال لك ايه على عصام الحضري؟ بونوكيو. يلا بينا نشوف جوزيه قال عليه. بينوكيو ايجيبسي. الحضري زي البينوكيو بتاع مصر. You know بينوكيو؟ بينوكيو When they lied, the nose. بينوكيو اللي هو الولد العروسه. Other is a big liar. هو المشكله انه ما بيقولش الحقيقه، É mentiroso. بيكذب. O other foi sem dizer nada a ninguém. هو راح من غير ما يقول حاجه لاي حد ولا ليه ولا لرئيس النادي. Foi correndo atrás de dinheiro. راح عشان الفلوس، وانه هرب طبعا عشان الفلوس. وده كان كلام جوزيه على عصام الحضري اللي طلع يقول على لعيب كوره انه راجل جعان. تخيل بقى ان كل ده، يعني جايب لك اجزاء بسيطه جدا، ما جبتش كلام الناس كلها عليه اللي الناس كلها بتقول عليه انه راجل جعان وبتاع فلوس وبخيل. هو ساب ده كله ورايح يقول على زيزو انه جعان عشان الراجل بياخد فلوس كتير، رغم ان زيزو اصلا ما قالش حاجه على عصام الحضري. قال لك ده رايه وهو حر فيه ويقول اللي هو عايز يقوله، ولكن عصام الحضري بيضخم الامور والنهارده بنكشفه معاكم. قولوا لي ايه رايكم في عصام الحضري الجعان الاكبر في الكوره المصريه، بغض النظر عن انه اسطوره في حراسه المرمى طبعا محدش يقدر ينكر ده، ولكن على المستوى الشخصي الراجل ده ما يطلعش المفروض في اي برامج ولا يحلل ولا يعمل، لانه ثقافته على قدها جدا، غير انه جعان كبير زي ما كلنا شفنا مع بعض. ما تنساش بقى اللايك والشير والمتابعه عشان يوصل لك كل جديد، وقول لي رايك في الكومنتات. وبس كده، سلام.